السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنعمل معاكم كيكة الموز بالكراميل، حاجة كده في منتهى الطراوة، منتهى بصوا جميلة جدا، طرية جدا، هشة جدا، جميلة. بصوا قلبها عامل ازاي، جميلة جدا. وبصوا اهي، بصوا شكلها جميل، تحفة، حاجة كده في منتهى الروعة. احلى تحليه تاكلوها، بس بتتاكل وهي بارده، احلى حاجه وهي بتتاكل بارده. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل دي. يلا نخش بقى نشوف المقادير ونشوف الحلاوه اللي احنا عملناها دي ازاي. يلا ما تنسوش بقى تدعموني وتدوسوا اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. النهارده بقى هنعمل معاكم كيكة الموز بالكراميل، حاجة كده في منتهى الروعة. وما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد ونكبر بيكم يا حبايبي. نصلي على النبي ونذكر الله، لا اله الا الله. النهارده بقى معانا ايه؟ هنجيب الخلاط بقى بتاعنا كله بالخلاط. هنحط كوباية ونص من دي سكر، وكوباية لبن، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه زيت. اهو كل المقادير قدامك اهو، كله في الخلاط، ولا مضرب ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه خالص. كسرنا عليهم بيضتين، نص كوبايه كوبايه ونص سكر، وكوبايه لبن، ونص كوبايه زيت، وبيضتين وفانيليا. هنقشر الموز وهنحطه في الخلاط. حطينا بقى صباعين موز بقى مستوي، موز اي موز عندك، يعني انا كان عندي صباعين موز في التلاجة مستويين، قلت اعمل بيهم كيكه. اهو حطيت الصباعين الموز وهضربهم وارجع لكم. جينا بقى للمواد الناشفه. الدقيق، حطيت معلقه نشا، وهنفضي البيكنج باودر. وما تنسوش بردك حصوه الملح انا حطيتها مع معلقه النشا. هنحط بقى البيكنج باودر، وهنحط ايه معلقه، يعني ايه، طرف المعلقه كربونات الصوديوم. دي بردك عشان معانا احنا موز والحاجات دي، عشان تهم معانا على طول. اهو انا حطيتها كده اهو. هنضرب بقى الخلاط، احنا ضربناه هنضربه بقى تاني وارجع لكم. هنحط بقى السايل بقى كله هنا اهو، بصوا قوامه. لو عوزنا ميه هنحط ميه. وهنفضي دي. بصوا بقى يا جماعه، انا فضيت جزء منه والجزء التاني لسه اهو. شويه شويه نلف الدنيا ونشوف ايه عاوز مننا قد ايه. اهو هلف وارجع لكم واقول لكم احنا خدنا قد ايه. بس ان شاء الله المقادير بتاعتنا مظبوطه. هناخد الربع كيلو، يعني كوبايتين دي ماشي. لو عوزنا ميه سخنه عشان ترفع معانا هنحط لها ايه في اخر العجينه، لما نحط العجينه كلها. بصوا بقى يا جماعه، انا قلبتها كلها. خدنا الربع كيلو دقيق مع معلقتين النشا مع البيكنج باودر مع اللهم صل على النبي الكربونات، يعني ايه طرف المعلقه دي. انا خدتها من طرف المعلقه. بصوا لسه قوامها دي تقيل. مسخنه كوبايه ميه دافيه او نص كوبايه ميه دافيه على حسب بردك القوام اللي هياخده معانا، اهو زي ما انتوا شايفينه حضراتكم. بصوا بقى يا جماعه، احنا حطينا بقى كل المكونات بتاعتنا دلوقتي. السوائل بتاعتنا كوبايه لبن، اللهم صل على كوبايه لبن، ربع زيت، كوبايه ونص سكر هنحطهم في قلب الخلاط، وزموزتين وكوبايه ميه على حسب بردك الدقيق لما ياخد معاكي. اللهم صل على النبي. وبيضتين وفانيليا هنضربهم في الخلاط كلهم. وهنجهز بقى الدقيق بتاعنا. الدقيق ربع كيلو دقيق، على بيكنج باودر، على كربوناتو، على معلقه النشا دي بتدي قوام، بردك بتخليها هشه كده وجميله. اه كده بقى القوام بتاعنا سايل كده بقى جميل جدا. هنجيب بقى الايه الصينيه بتاعتنا الكراميل. تعالوا نخش نشوف الكراميل عملنا. هنعمل بقى معاكم الكراميل اللي ينفع اللي احنا هنعمل بيه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل الكراميل اللي احنا هنعمل بيه كيكه الموز، حاجه كده جميله وهتدي مزازه جميله جدا. انا حطيت كوبايه سكر على ربع كوبايه ميه بس. هنكرملها واوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه، بدا يكرمل معايا اهو كرمله، ادي اللون اللي انا عاوزاه هو ده. هنقفل عليه بس هنحط باقي معلقه سمنه او زبده.
حطينا بقى معلقه زبده، المستحب يبقى الزبده يبقى نفعها حلو وجودتها حلوه. هندوبها خالص وهنقفل عليها. خلاص كده الكراميل بتاعنا خلص، بتاع كيكه الموز كده خلاص بقى متماسك معانا اهو. حاجه كده جميله بمنتهى الروعه، سهل ان انت تعمليه. عشان ده اللي هنحطه ايه، كيكه الموز اللي هنحطها في القعر. هوريكي برضك شكلها يبقى عامل ازاي. جينا بقى نعمل ايه بقى. جينا بقى جبت 3 موزات تاني اهو، هقطعهم طرنشات وهرصهم كده في قلب الصينيه. ورجعت لكم تاني اهو، قطعت الموز هحطه كده زي ما انتوا شايفين اهو، هرصه كده على الكراميل كده يا جماعه. بعد ما حطينا الموز كده تحت كده، هنفضي بقى الخليط بتاعنا. بصوا يا جماعه، معلش والله انا كنت مفكره ان انا بصور، اتاري الكاميرا كانت مقفوله. فضينا الخليط، هو اللي احنا عملناه بس الخليط بتاعنا بس. هنحطه في فرن مسبقا التسخين، يعني انت شغاله كده بالحاجه شغلي الفرن عندك. هدخله الفرن واوريكم بعد ما تطلع هتبقى عامله ازاي، جميله جدا. بعد ما خرجناها من الفرن، بس انت اول ما بتقفلوا عليها اللهم صل على النبي، بتسيبوها شويه في الفرن عشان ما تهبطش مننا اهي. حاجه كده بصوا طريه جدا جوسي، هتبرد بس شويه وبعد كده اقلبها. عملنا معاكم الكنافه الكيكه بالموز، معلش لا مؤاخذه، عشان طعمها بس عمل معايا جامد قوي. الكراميل ده بالكراميل حاجه كده في منتهى الروعه. هنقطعها معاكم واوريكم شكلها بقى. قبل ما اقطعها معاكم ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك. بص حاجه كده جميله وطريه جدا، اقسم بالله وهشه جدا. بصوا هي سخنه اصلا لسه. بص قلبها جميله جميله جدا. بصوا عامله ازاي جميله، وبصوا قلبها من جوه مفرغ وجميله جدا. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.